اللهم بلغنا رمضان ووفقنا فيه للصيام والقيام. اللهم اجعلنا فيه من عتقائك من النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في قناة وصفة وتيب. كل سنة وحضراتكم جميعا بخير، وربنا يعود رمضان جميعا علينا بالخير، آمين يا رب العالمين. إن شاء الله النهاردة هنعمل مع بعض وصفة اقتصادية جدا تنفع معانا في السحور. معايا بطاطس ربطة من الخضرة براحتك، عايزة تجيبي شبت، كزبرة، بقدونس، مشكل، المتوافر عندك. بس أهم حاجة تاخدي الزهرة وجزء صغير جدا من العود، مش عايزين فيها عدن كتير. معايا كمان محتاجة في الوصفة بيضة واحدة بس، وهنبقى كمان محتاجين بصلاية كبيرة، بس أنا البصل اللي عندي صغير فاستخدمت 3 بصلات صغيرين. أول حاجة خالص معانا البطاطس، هنستخدم كيلو من البطاطس. تعالوا بقى نحسب مع بعض نسبة أو تكلفة الوجبة. كيلو من البطاطس ب12 جنيه ونص، والحزمة بتاعة الخضار ب1.5 جنيه، يبقى كده 14، وبضاية ب6 جنيه، 20 جنيه، يبقى كده وجبة السحور هتكلفنا 20 جنيه. والوجبة ديت تقريبا هتكفي معاكي عيلة، يعني 4 أفراد. يلا بينا بقى على طول نسمي الله ونشوف هنعمل ايه. أول حاجة البطاطس هنحطها في حلة، وياريت تكون حلة المساحة بتاعتها كبيرة، ونحطها على النار تتسلق براحتها. في نفس الصينية اللي احنا هنشتغل فيها ونحط فيها البطاطس، هي الصينية اللي احنا هنحط فيها المكونات دلوقتي كلها مع بعض. يعني في الصينية الكبيرة ديت هنحط تقريبا معلقة كبيرة من السمنة، 5 معالق من الزيت، لغاية لما السمنة تبدأ تسيح معانا. مجرد ما السمنة تبدأ تسيح نبشر البصلاية الكبيرة ونبدأ ننزل بيها على طول، ونبدأ بقى نقلبها لغاية لما تبدأ تدبل معانا وتبدأ تاخد معانا لون دهبي فاتح خالص. ما تغمقيهاش عن كده، علشان احنا مش محتاجين لونها يغمق عشان ما تبوظش الوصفة، احنا عايزين بس يا دوبك تدبل ويبقى لونها معاكي فاتح. تمام كده بالظبط زي ما وصلت معانا اللون ده بالظبط، هنبدأ بقى على طول نطفي النار ونضيف الخضرة متقطعة تقطيع عشوائي، يعني لا كبيرة قوي ولا صغيرة قوي، يكون حجمها متوسط. احنا مش عايزين الخضرة تدبل خالص، عايزينها تحافظ على لونها الأخضر الفاتح كده. بس احنا بنقلبها كويس قوي في الصينية عشان ندخل البصل جواها، فالبصل ما يستويش ولونه يغمق معانا أكتر من كده. يعني هي بس تمتص السخونية بتاعة البصل مش أكتر من كده. وهنسيبها بقى مع بعض على جنب لغاية لما البطاطس تستوي. كده ما شاء الله البطاطس معانا استوت كويس جدا. هنبدأ بقى كده وهي بتتشرب ببقية السوائل والمية اللي فيها، نبدأ نضيف معانا التوابل. هنكون محتاجين معلقة ونص صغيرين من الملح. هنضيف معانا كمان معلقة صغيرة من الكمون. وهنضيف آخر حاجة معانا نص معلقة صغيرة من الفلفل الأسمر. طبعا لو انتي بقى محتاجة انك تضيفي توابل أكتر من كده ضيفيها، بس يعني احنا هنكون صايمين فبلاش توابل كتير عشان ما تتعبش في الصيام. هنبدأ بقى نهرس البطاطس، وطبعا بقى بعد ما تخلصيها وتهرسيها كويس جدا دوقي بقى الملح بتاعها. وبعد كده هنبدأ نضيف عليها الخضرة والبصل اللي احنا عملناهم في الصينية، ونبدأ بقى نقلب ونمزج المكونات دي كلها كويس جدا مع بعض. هنضيف معانا كمان معلقة صغيرة من البيكنج باودر، علشان تبقى هشة كده من النص وما يبقاش قلبها مكتوم. ومعانا بقى فصين من التوم، وده اختياري. لو انتي هيبقى صعب ان انتي التوم مع الصيام بلاش تضيفي فصين التوم، بس انا بما ان انا عاملاها يعني لسه ما دخلناش في رمضان، فانا ما كانش بالنسبه لي في اي مشكله ان انا اضيف توم. لكن لو انا هعملها في السحور اكيد برضو مش هضيف التوم عشان الصيام. انا ضفت كمان على فكره تقريبا ربع معلقه من الملح والكمون. اخر حاجه بقى هنضيفها معانا هي البيض. هنضيف البيضه وهنضيف عليها رشه من الفلفل الاسمر. ويا ريت بقى تقلبي بسرعة جدا في المرحلة دي، لأن البطاطس بتكون دافية معاكي عشان البيض ما يستويش، وعشان المكونات كلها تختلط ويعني تتمزج مع بعضها كويس جدا. الوقت ده بقى بيبقى قوامها كريمي جدا بعد إضافة البيض.
نبدأ بقى ناخدها كلها وننقلها في الصينية الكبيرة اللي كنا شغالين فيها، تبدأي بقى على قد ما تقدري إن انتي تساوي الوش بتاعها كويس جدًا، علشان يعني تساوي السمك وتساوي الوش مع بعض عشان يبقى سواها كلها في التحمير زي بعضه. وبعدين هنحط بقى تقريبًا معلقة زيت على وش الصينية كده، ونبدأ بالفرشة نعدي الزيت على وش الصينية كله، بحيث إنها لما تدخل الفرن وتستوي يبقى التحمير بتاع لون الوش كله لون واحد. في الوقت ده أنا كنت بدأت إن أنا أشغل الفرن جنبي، كنت عاملاه على درجة حرارة 180 درجة. أول ما الفرن يسخن معايا كويس هدخلها الفرن على رف أوسط. بعد مرور ربع ساعة هتلاقي الحروف بتاعتها بدأت تفصل من الصينية، والحروف بدأت تاخد معاكي اللون الدهبي. كده هي تمام استوت معاكي كويس جدا، أو معنى أصح الأرضية بتاعت الصينية والجوانب احمرت لأن هي كده كده داخلة مستوية. هتبدأي بقى تطفي الفرن وتشغلي الشواية، تقريبا هتقعد تحت الشواية دقيقتين، وهتطلع بقى معاكي ما شاء الله بالجمال ده. هتطلع معاكي ما شاء الله متحمرة، مقرمشة من فوق ومقرمشة من تحت. واهم حاجة فيها ان انتي لما تيجي تعملي البطاطس، انا هنا بس كنت بوريكي ان هي ما شاء الله لما بتستوي كويس وتتحمر كويس بتفصل لوحدها من الصينية، كده ما شاء الله سواها مظبوط. بالنسبة للسمك بتاعها بقى بصي، كل ما كان سمكها رفيع كل ما كانت نتيجتها افضل. ليه؟ لانها بتبقى عاملة زي البطاطس المحمرة كده، مقرمشة من فوق ومن تحت، وفي النص الطبقة اللي في النص طبقة طرية وجوسي كده، فبتبقى جميلة جدا. أتمنى يا رب إن شاء الله إن انتوا تجربوها وتعجبكم، أفدتكوا في الفيديو ولو بشيء بسيط. ولو أول مرة تشوفي قناتي ياريت تنوريني بالاشتراك ولايك وشير لو عجبك الفيديو، وأشوفكم على خير يا رب إن شاء الله في فيديو جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.